أهلا بيك في قناة حكاية سهم. في إشاعة بتقول إن البورصة للأغنياء بس، والنهاردة أنا هنا عشان أثبت لك العكس. ب1000 جنيه بس. كتير بيسألوني ال1000 جنيه هتعمل إيه؟ الحقيقة إنها بذرة لثروة كبيرة لو عرفت تزرعها في السهم الصح وفي الوقت الصح. أول خطوة هي اختيار تطبيق التداول. في مصر دلوقتي الموضوع بقى سهل وبسيط، ومن موبايلك تقدر تفتح حسابك في دقايق. أكبر عدو ليك مش السوق، هو مشاعرك. الخوف لما السعر ينزل، والطمع لما السعر يطلع. لازم تتعلم تتحكم في أعصابك. قاعدة التوزيع. دلوقتي هنقسم ال1000 جنيه، مش هنحط البيت كله في سلة واحدة. هنختار أقوى 3 قطاعات في البورصة المصرية، وهم قطاع البنوك وقطاع العقارات وقطاع الطاقة. إزاي تختار سهمك الأول؟ بص على أرباح الشركة في آخر 3 سنين. لو الشركة بتكبر وبتوزع أرباح، يبقى ده المكان الصح لفلوسك. السر العظيم ورا الفايدة المركبة. تخيل لو ال1000 جنيه دي زادت 10% كل سنة لمدة 20 سنة. الأمان أولاً. البورصة فيها مكسب وخسارة. أهم حاجة إنك تستثمر فلوس فايضة عن حاجتك، مش فلوس إيجار بيتك أو مصاريف ولادك. نصيحتي ليك كأخ: ابدأ صغير، اتعلم كتير، واصبر كتير. البورصة ماراثون مش سباق 100 متر. لو استفدت من حكاية النهاردة، اعمل لايك وشير واشترك في القناة، وقول لي في الكومنتات إيه اللي منعك تبدأ النهاردة.